المشروع الإرهابي في المملكة العربية السعودية داعش. إذن بعد الاستراتيجية التي تكلمنا عنها نحن نتكلم الآن عن الخطوات المتقدمة وما أطلقنا عليه المشروع الإرهابي. المشروع الإرهابي في غضون عدة أسابيع ولله الحمد تم إسقاط هذا التنظيم ذو الخلايا العنقودية، وهو متبني للفكر الضال وتكفير المجتمع واستباحة الدماء. وعندما تفضل سعادة اللواء هذا التنظيم يدار من خارج المملكة، يدار من مناطق الصراع والمناطق المضطربة وتحديدا داعش، و431 موقوف هم عناصر هذا التنظيم ذو الخلايا العنقودية. بطبيعة الحال المحاور الرئيسية لهذا التنظيم هو إثارة الفتنة الطائفية وإشاعة الفوضى. هذه المحورين الأساسية تتكرر معنا دوما، هي القاعدة بالنسبة لهم، هي المبادئ الأساسية لجميع أعمالهم، ومنها تتشعب باقي الأعمال بتفاصيل مختلفة، لكن الفتنة الطائفية وإشاعة الفوضى بأي شكل كان هي المحاور الرئيسية لهذا التنظيم وخلايا العنقودية. التنظيم هذا يضم عدة جنسيات، معظمهم مواطنين سعوديين، وهناك جنسيات أخرى مختلفة. نجد الآن أنه أيضا في تنفيذ هذه العمليات أصبح هناك العديد من الجنسيات التي يتم ضخها يتم ضخها داخل المملكة في الأعمال أو في هذه الأعمال الإجرامية، والعدد بيتزايد والجنسيات بتزداد توسع حسب توسع هذا الفكر الأسود. أيضا حنتطرق للتسلسل الزمني للعمليات الإرهابية. هذا التنظيم العنقودي نفذ عدة عمليات إرهابية داخل المملكة كما شرحنا، بداية باستهداف المصلين بقرية الدالوة في الأحساء، إطلاق النار على دورية الأمن العام شرق الرياض، ثم تلاها أمن المنشآت في محيط الخزن الاستراتيجي، ثم مسجد الإمام علي بن أبي طالب وقرية القديح، ثم الدمام وحي العنود. هذه العمليات من بداية السنة نجد هناك في تركيز في بعض الأشهر وصولا إلى رقم 9، ونقصد به هو شهر رمضان المبارك. سوف تظهر عندنا لاحقا في الشرائح القادمة ماذا نقصد من بداية أو من ظهور هذا التركيز في تنفيذ هذه العمليات الإرهابية في جزء من أجزاء السنة. إذن القديح اللي هو الدالوة، استهداف المصلين بقرية الدالوة، وهذه سبق أنه إحنا تكلمنا عنها وعن أعداد الموقوفين فيها، وتوزعوا على عدة مناطق في المملكة، وعددهم 97 شخص. وعمليات الذئب المنفرد أحد أيضا الأعمال التي امتازت بها هذه الخلية العنقودية. الفتنة الطائفية واستهداف رجال الأمن واستهداف المقيمين هي أيضا أحد الأمور الرئيسية في هذه الخلية، وما يطلق عليها عمليات الذئب المنفرد. أوامرهم بطبيعة الحال من داعش، أسلحة ومتفجرات وتقنية مختلفة يزودون بها من خلال التنظيم الرئيسي داعش في مناطق الصراع. من المهم هنا نعرف أنه هذه المجموعة وهذه الخلية لها علاقة محورية، علاقة مهمة جدا مع استهداف دورية الأمن العام شرق الرياض. وكان العلاقة هنا تتركز في إيجاد مآوي للمنفذين هذا العمل الإرهابي ووسائل اتصال مختلفة وأيضا خدمات لوجستية مختلفة. إذا حنجد في تسلسل القضايا التي أمامنا هناك عادة في قواسم مشتركة بين هذه القضايا، مما يشير إلى الترابط بطبيعة الحال موجود، وإن كنا نؤكد أنه هو تنظيم عنقودي، وبطبيعة الحال التعليمات أو الأوامر التي يتلقاها هذا التنظيم أن لا ارتباط فيما بينهم ولا معرفة فيما بينهم، لكن تظل العلاقات البينية الداخلية تتضح مع الوقت، والتي تؤكد أنه هو تنظيم شامل أساسي. ننتقل إلى استهداف المصلين وحادثة القديح والعنود، وهي نقطة الارتكاز في هذه القضايا، وهي القضيتين الحقيقة الأوسع والتي تمتاز بصفات مختلفة في هذا العمل الإرهابي. ونتائج التحقيق أدت إلى 190 شخص لهم علاقة بهذه العمليتين. طبعا هناك كان في أدوار مختلفة خلف عملية التفجير ترجمت من خلال 190 شخص معنيين بهذا الأمر.
كيف نوضح هذه الأدوار وهذه العلاقات؟ تكوين 4 خلايا، 190 شخص في الواقع هم موزعون على 4 خلايا كلف بها الموقوف هادي قطيم الشيباني، وطبعا هن الأوامر أيضا تلقاها من التنظيم الأساسي الرئيسي داعش بتكوين 4 خلايا. إذا نحن نتكلم الآن عن عمل ممنهج، لما تحدثنا عن مشروع إذا نحن نتحدث عن عمل ممنهج. هناك عدة خلايا. ما هي أدوار هذه الخلايا؟ الخلية الأولى والثانية معنية بالرصد الميداني. الرصد الميداني هو جزء مهم ويترجم ويؤكد مفهوم المشروع. الرصد الميداني إذا نحن نتحدث عن عملية مخطط لها بشكل جيد، يسبقها عملية مسح، يسبقها عملية مراقبة، يسبقها عملية دراسة للمواقع التي يراد القيام بأعمال مختلفة فيها. بطبيعة الحال القديح والعنود كانت ضمن أو أحد الأعمال التي كلفت بها الخلية الأولى والثانية في عملية المسح الميداني والرصد. طبعا المسح الميداني بيختلف بالشكل الذي يتطابق مع أهدافهم المرسومة سواء لمساجد أو منشآت حكومية أو استهداف رجال الأمن. أما الخلية الثالثة فكانت معنية بتجهيز الانتحاريين وإعدادهم. هذه الخلية تولت أيضا تجهيز الانتحاريين في مسجد العنود ومسجد القديح، وجهزتهم وساعدتهم في تلبيسهم للأحزمة ونقلتهم حتى الموقع، أنزلتهم إلى الموقع ثم غادرت عادوا مرة أخرى بشكل تلقائي طبيعي أشبه بالمراقبين أو أشبه من المتجمهرين حول الأمر، وقاموا بتصوير بطبيعة الحال آثار التفجير وصولا إلى إرسالها للتنظيم. أما الخلية الرابعة فمعنية بصناعة وتجهيز الأحزمة الناسفة. نستطيع أن نشبه مصنع لإنتاج هذه المواد والأحزمة الناسفة. إذن 4 خلايا مقسمة أعمالها، لكل خلية هناك أدوار واضحة، لكل خلية من يرأسها، ولكل خلية عمل مناط لا يتعارض مع الخلايا الأخرى داخل 190 شخص. وهذا الذي يؤكد أنها نقطة ارتكاز الرئيسية في العدد الشامل الكلي هي هذه الخلية. إعداد الخطط. تنظيم داعش يصدر أوامره للخلايا بشكل كامل، جميع هذه الخلايا، بإعداد خطط لعمليات مختلفة وإعداد جداول زمنية للتنفيذ. نرى أنه طبعا العمليات توالت في فترات مختلفة، كانت محددة وكانت ممنهجة وكانت متتابعة، ركزت في جمع وهكذا. فالقضية طبعا ليست هي صدفة وارتجالية، هي تمشي على خطط وجداول زمنية. إذن هذا يؤكد عندما نسميه مشروع، هو مشروع تلقى الأوامر فيه حاليا بإعداد الخطط الزمنية واللازمة للتنفيذ. المخطط الأول والخطة الأولى الإرهابية، وهي استهداف مقر قوات الطوارئ، وأيضا استهداف مسجد المركز والذي يتسع ل3000 مصلي يوم الجمعة، وطبعا لمحاولة استهداف أكبر عدد ممكن من الضحايا. أما فيما يتعلق بالمخطط الإرهابي الثاني استهداف 6 مساجد، نعم 6 مساجد في المنطقة الشرقية بالتتابع، وأيضا أيام الجمع بالتزامن في نفس الوقت مع عمليات اغتيال رجال أمن من العاملين على الطرق. والفكرة هنا إثارة الفوضى في مكان وأحداث في مكان آخر، يفترض أن هذا سوف يؤثر على مستوى الأمن والأداء داخل المملكة، لكن ولله الحمد هذه الخطط أيضا تم إفشالها. أما المخطط الإرهابي الثالث هو التخطيط وإجراء المسوحات الميدانية لموقع أحد البعثات الدبلوماسية لاستهدافها. أيضا نحن نجد أشكال أخرى من عملية الاستهداف بدأ يأخذ منحى آخر واستهداف البعثات الدبلوماسية، وهذا مؤشر مختلف، وهذا يعني توجه أيضا آخر يقصد بالمساس بعلاقة المملكة وسياستها الخارجية. لكن هذه القضية وهذا النوع من الاستهداف مستهلك، سبق أنه تم استهلاكه في أحداث سابقة قبل هذا المخطط، ولم يكن أداؤه بما يتوقع هذه أو ما تتوقع هذه التنظيمات. أيضا تحديد عدة مواقع سكن لرجال الأمن، والهدف اغتيالهم في مساكنهم. تتكرر دائما عندنا اغتيال رجال الأمن، تتكرر دائما عندنا الفتنة الطائفية كما ذكرت في البداية، هي المحاور الرئيسية بالنسبة لعملهم ومبادئهم الأساسية.